اقسم بالله قبل ما ادخل اصور الفيديو ده او الحلقه دي جات لي معلومه مهمه. مين هو المدير الفني للزمالك اللي هيتم تعيينه بكره باذن الله؟ بكره في حلقه النهارده حلقه مهمه اقسم بالله، من اهم الحلقات من ساعه ما دخلت مجال اليوتيوب. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا، بستاذنك من فضلك بعد اذنك انك تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واول خبر معايا كنت جايب لك اهو، مدرب الزمالك، يا رب يكون باين عندكم، مدرب الزمالك انا بقول لك انسى ان ازاي تجيب مدرب اجنبي. ده كان بدايه الحلقه. ليه؟ لان الزمالك فكره محصور بسبب او في 3 4 مدربين، من ضمنهم طارق مصطفى وده المرشح الاقوى، وخالد جلال، ايهاب جلال رحمه الله عليه، خالد جلال ومؤمن سيان وايمن الرمادي. انا بقول لك وخدها على ضمانتي الشخصيه، طارق مصطفى هو مديرا فنيا لنادي الزمالك وسيتم تعيينه بكره الساعه 2. ده ملخص الاجتماع اللي حصل النهارده مجلس اداره. طارق مصطفى رجع من ليبيا بعد انهاء الفتره اللي قضاها في ليبيا، وحصل تواصل ورسميا طارق مصطفى وعلى ضمانتي الشخصيه لحد اللحظه ديت معلومه مؤكده، طارق مصطفى هو مديرا فنيا للزمالك. طب ده حل للمشكله يا انس؟ يعني طارق مصطفى لما يجي كل حاجه هتنتهي؟ اقول لك كذب يا كل شويه كدابين عندنا مجلس اداره، كدابين بما فيهم المدير الرياضي اللي هقول لك على حاجه مهمه جدا. حلقه النهارده انا مش هخبي فيها حاجه، ومش هخاف من حد. ليه؟ لان انت النهارده ايه اللي ما يخليكش تجيب مدرب اجنبي؟ مع احترامي الكامل لكابتن طارق مصطفى، ومع احترامي الكامل لكابتن ايمن الرمادي، ومع احترامي الكامل لكابتن مؤمن سليمان وخالد جلال، ليه ما اجيبش مدرب اجنبي؟ يقول لك الازمه الماديه. طب ماشي، الازمه الماديه دي هنخليها ماشيه طول العمر، كل شويه تسمع لك الازمه الماديه، في ازمه ماديه، الانفجار في الطريق، لا الازمه بتخلص ولا الطريق بيخلص. ما انا عاوز افهم المشكله في الجماهير، ما تقفلوا النادي، يقفلوه خلاص. لا احنا نقعد نتكلم كل واحد يكلمنا ازمه ماديه. طب انت دلوقتي عاوز تجيب مدير فني مصري، مع احترامي الكابتن طارق مصطفى اللي سيتم تعيينه بكره مدير فني للزمالك، ما تجيب ايمن الرمادي عارف الفرقه، حافظ النادي، كتوم وحطه تحت كلمه كتوم دي مليون خط، مش زي المدير الفني بتاعنا النهارده اللي هو كابتن احمد عبد الرؤوف اللي اعتذر عن تدريب او تكميل المشوار مع الزمالك. شابوه، لان الراجل شايف نفسه اكبر من المسؤوليه، او يعني المسؤوليه اكبر منه ومش هيقدر يدي في ظل الازمه دي، وراجل احترم نفسه وتاريخه وتزع الله ومشي. ما اروح اجيب ايمن الرمادي راجل عارفني وحافظني وحافظ تاريخي وعارف يعني ايه نادي الزمالك. انت كل شويه بتجيب مدرب ما يعرفش تاريخ النادي اللي جايبه. لكن انت النهارده مجلس اداره من سيء لاسوء. تعالى وارجع لاخوك الانزي لما قلت لك في الفيديو اللي فات قصه حامد حمدان، وقلت لك ان حامد حمدان قريب من بيراميدز، وقلت لك ان في عقد ثلاثي ما بين الزمالك وبتروجيت والنادي ان حامد حمدان يكون في الزمالك. طب المهله يا انزي بتاعت العقد ده خلصت امتى؟ خلصت امبارح يوم 29 ديسمبر 29/12. والزمالك او مجلس اداره او عضو من اعضاء مجلس الاداره مش قادر يطلع فلوس، او حتى المحبين زي ممدوح عباس يطلع فلوس من جيبه قيمه 20 مليون جنيه. النهارده كل التاكيدات بتقول لك كلام الأونز ان بيراميدز خلاص خلص صفقه، لما قلت لك ان بيراميدز عاوز حامد حمدان باي طريقه. فانت النهارده ايه اللي يحصل؟ بيراميدز بيخلص في حامد حمدان بنسبه تغطي 99% بل 100% رسميا. حامد حمدان في بيراميدز بكام يا أونز؟ بمليون دولار ومليون دولار راتب للاعب، يعني ياخد مليون دولار هياخد 600 راتب شخصي و400,000 متغيرات، ادي مليون دولار، ومليون دولار بتروجيت. طب انت النهارده ما كنتش قادر تطلع من جيبك 20 مليون جنيه من خزينه النادي، من جيبك الشخصي، من محبين ناديك، وتخلص اللاعب وتبيعه برضه بيراميدز او تتفاوض على لاعب تاني؟ لا، ليه؟ احنا جايين بمهمه معدله هي تدمير نادي الزمالك. صح ولا غلطان؟ ما هو بالعقل اهو، خلينا نتكلم بالعقل وبالمنطق. انت النهارده عاوز لاعب تستفيد منه ماديا، وقلتها في اكتر من فيديو، حامد حمدان يا اما تجيبه للنادي، يا اما تجيبه اعاره وتبيعه، يا اما تجيبه اعاره يعني اعاره ويفيدك، يا اما تجيبه بيع وتبيعه. انا اشتريه هنا ب 20 مليون جنيه اللي انا متفق معاهم مع نادي بتروجيت وبيعه، حتى اللي كشتري مش عاجبه حاجه وبيعه مليون دولار لبتروجيت برضه، لكن احنا نعمل كده ليه؟ لا ما نعملش كده. انت عارف جوايا كده اقول لك ايه اللي مخلي حامد حمدان النهارده مضى لبيراميدز؟ بيان جون ادوارد ما هو الا حاجه بيقول لكم يا جماعه احنا نادي معناش فلوس اهو، ادي امك يا شوشو عشان ما اقطعش امك، احنا نادي معناش فلوس، احنا نادي كحيان، نادي ما معلش ولا جنيه. فانت عاوز لاعب النهارده تجي له رساله، ما تجيش عشان النادي فيه ما فيهوش فلوس، النادي فيه مشاكل بس، ما فيش فلوس يا باشا ما تجيش. ما هو لا يقول لك ايه؟ يقول لك لا انا هاجي. ما هو كان عضو مجلس اداره ما حدش بيتكلم، اعضاء مجلس الاداره كلهم، المدير الرياضي طلع ببيان بيقول لك انا ما خدتش ولا جنيه. طب يعني انت مالكش نسبه؟ ما انا اقول لك بقى انا بحبك كل حاجه، لكن هتيجي عزاك هدوس على دماغك.
يعني هتخش نسبه، هتخش سمسره، هتخش اي مسمى. ما هو ما تقنعنيش انك شغال في النادي حبا ببلاش، ما تقنعنيش بكده وتقول لي اصل انا كنت متفق ب 700 مليون جنيه. ليه 700 مليون جنيه صفقات؟ 700 مليون جنيه صفقات ايه ده؟ ده مفيش اداره بيجي. قلت لك انا مش عارف بالطلاق، قلت لك كده مفيش في مصر في حاله حد يفهم في اداره، مفيش حد يفهم اداره في مصر خالص. فتيجي النهارده الزمالك والحل. انا بقول لك انا شايف حاجه من بعيد مش عارف هتحصل ولا لا، ان النهارده عدم انك تدفع فلوس ومحدش في مجلس اداره ولا تدفع فلوس، ان هم تم ابلاغهم بالرحيل، يا اما هم خلاص هيمشوا. حط تحتها مليون خط على الكلمه دي وتعالى حاسبني عليها. انت النهارده مش عايز تدفع فلوس ليه؟ يا اما انت بتبلغ انك هتمشي، يا اما انت خلاص عاوز ترمي الفوطه والمنديل وتمشي. بلاش حل الا كده، ما فهمهاش الا كده. طب انت عاوز تعمل كده. بص يا سيدي بقى، حامد حمدان وخلصنا منه، مدرب ازاك وخلصنا منه، شين ادوارد بانو وخلصنا منه. تعالى بقى الحبيب قلبي، حبيب قلبي ابو نسب اللي ساب الدنيا كلها وقاعد فين؟ في بي سي مصر مع مهيب عبد الهادي. احمد سيمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك اللي ساب الجبل بيبقى عمله نسال لا لا الزمالك. يا كابتن احمد، يا كابتن احمد فين مضحك؟ بتشتغل ايه في نادي الزمالك؟ ما انت بتشتغلش حاجه، انت قاعد بتعرف اخبار من المجلس تطلع تقولها مع مهيب او تطلع تقولها في اي حته. والله يا بلادنا الله، ما انت النهارده عضو مجلس اداره ماليش دعوه بتاخد فلوس ما بتاخدش فلوس، انت بتعمل ايه؟ ايه الاضافه اللي بيقدمها كابتن احمد سيمان عضو مجلس اداره لنادي الزمالك؟ سايب كل ده وقاعد مع مهيب بتتكلم في اي كلام، ويا اما مع كابتن حسن شحاته ربنا يشفيه وخلاص. وما تحصل مشكله انا اول واحد يا باشا اقف لي ماشي، ما تقف بقى. طب انت قادر انك تقول ان انا اقف عشان اتحاسب، ما تساعد النادي اللي ليه خير عليكم وعلى اللي جابوك كلكم، ليه خير عليكم وعلى اللي جابوك كلكم، اعضاء مجلس الاداره كلهم. في النهايه مش الا ازيكم جماهيره اللي عملت للناس ملهاش قيمه. احنا عملنا ناس اقسم بالله ما تسوى جنيه قيمه. انت يا اما تسمسر يا اما تكسبهم اعلاميا فنيا شو يعمل لكم قيمه بفضل النادي اللي انت النهارده مش عايز تساعده. كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك اللي كلنا خمنا فيهم، كلهم. ده حاجه بقت تقرف وحاجه تزقق، وفي النهايه اللوم على مين؟ والحل ايه؟ ما هو انت النهارده الحل ايه؟ ما هو انت ما بتمشيش يا عم. انت شايف الوضع، انت احسن مني جوه المطبخ، شايف ان الحل في انك تقبل بارض بديله، ما تقبل بارض بديله. شايف حقك وانت صح اتمسك بارضك، اعملوا اي حاجه يلعقبوا دي كوره. احنا عرفنا وزهقنا، هو ده نادي؟ هو كله ازمه ماليه وبعدين النهايه الحل. انا عاوز واحد راجل من ظهر الراجل يقول لي النهايه. ما النادي ده ينقفل ونروح نشوف نادي نشجعوه تاني، يا اما يجي لنا واحد عارف من اداره نادي الزمالك، يا اما ينعقبوا الازمات اللي كلهم عايشين فيها دي. كل يوم خرا، كل يوم ازمات، وكل يوم خرا، كل يوم ازمات، كل يوم خرا، كل يوم ازمات، كل يوم خرا. وفي النهايه يبقى الزمالك ملك الجماهير. وبعدين مش هنعيش على اشعارات، انا مش عايز اعيش على اشعارات كل يوم. انا عاوز حل. لو وزير الشباب والرياضه ولو رئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يساعده على البلد والهم اللي احنا فيه ده كله حلو، يقعد نادي ده للاستثمار ونريح نفسنا ونفشل بقى نخسر ننزل تحت نعمل اي حاجه ما حدش يدعو بينا. لكن في النهايه اقسم حسبي الله ونعم الوكيل في حسين لبيب، حسبي الله ونعم الوكيل في محمد سليمان، حسبي الله ونعم الوكيل في كل اعضاء مجلس الاداره. في النهايه انا والله العظيم زهقت مش عايز اصور عليك لان كل حاجه بقت نكد جوه نكد. في النهايه انت شايف كلامي تمام رد عليا في الكومنتات، شايف برضه كلامي مش تمام رد عليا في الكومنتات، يمكن المشكله عندي انا. وباذن الله اشوف حلقه جديده والسلام.